بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أطايب. اليوم حبيت نشارككم وصفة طريقة تاع التحميرة تاع الدجاج، كيفاش نمارينو الدجاج ونحمروه في الدار ويجيكم بالذوق تاع برا، تجيكم روعة. اغتنموها فرصة، راه الدجاج شوية هابط. هذو الدجاجات اللي شوية صغار تاع التحميرة يديروا 45 ألف، تاكل منها العائلة كامل. ونروحوا للمقادير على بركة الله. حكمنا شوية تاع رز، غليناها طيبناها نص طياب. أنا استعملت لهنا بسمتي باه ما يعجنش معاكم. ودرت التوابل تاع الدجاج تاع التحميره تاع الدجاج، راهم يتباعوا عند اللي يبيع لي زيبيس. وعندكم فلفل اسود، عندكم كركم، وعندكم زنجبيل. ودائما ديروا لها شويه زيت ولا شويه ماغارين، شويه زبده، وخلوها بجهه. ومن بعد رحنا درنا التوابل اللي راح نديروا بهم الماريني تاع الدجاجه. ثاني درنا فيها لي زيبيس نتاع التحميره تاع الدجاج، راهم خاصين بالتحميره تاع الدجاج. عندنا شويه تاع خردل، الثوم، ولكن عندكم بصله بودر. لما كانش دوكا ندير شويه بصله لداخل، وفلفل اسود، وفلفل اسود. لهنا درت نص فنجان تاع قارص، خلطوهم مليح، وزيدوا معاها شويه تاع مغرف تاع عسل راه من الحوايج الضروريه في التحميره تاع الدجاج. خلطوهم مليح حتى يندمجوا لكم المكونات هذوك مع بعضهم البعض. بيكوا الدجاجه نتاعكم باش يدخل لكم المارين، يدخل لكم الداخل. لو كنتوا راح نطيبوها في الليل، انا كيما دوكا انا في رمضان مارينيتها الصباح وخلوها في الفريجيدار حتى العشيه، دخلوها في داخل الفور وشعلوا ليها. ولا كنتوا راح غدوه مع الفطور ولا حاجه، ديروها في الليل وغلفوها وخلوا عليها. لازم تشرب لكم ماريني زين باش يجيكم ذوقها احلو. دخلوها عمروها من الداخل، وديروا معاها قشره تاع بصله، نص تاع بصله. هاني في الاول ما درتهاش، من بعد باش درتها. وتحكموا الماريني هذاك اللي درناه. ما على باش راني ذكرت لكم الملح ولا لا، يعني الملح بدون ما نذكره لكم لازم. مارينوها هكذايا، ديروا تحت الجنحة نتاعها وتحت الكويس، تحت الفخذ نتاعها، قبل ما نربطوها بالخيط. بعد كي نربطوها ما يصلحكمش كيفاش تدخلوا الماريني للداخل، ديروا غير كوفر واحد. المهم انكم تكوفروها مليح بالماريني هذا، ديروا به طبقة باش تجيكم حلوة، وتجيكم ما تشحوش في التوابل. شتو تاع برا شحال تجي متبلة، راهي تجيكم فيها واحد الذوق روعة. يعني كما قلت لكم هذو الايامات راه شويه الدجاج مليح، راه في متناول الجميع. دجاجات صغار هذو تاع اللي يستعملوهم للتحمار راهم يديروا 45 ألف. هاني لهنايا باش درت البصل. الا كانت عندكم بودر ديروا البصله بودر خير، ولا كنت ما كانش كي ما توفرش معاكم درنا بصله عادي، تربطوا لها الجنحه وتربطوا لها الكويس تاعها. عرضوها مليح باش ما تتفتحلناش وما يسحلناش. كيما قلت لكم كي نديروا لها هكذايا نروحوا نديروها في الفريجيدار. صديبو هاني لهنا هاني جبتها مصباح حتى العشيه، ولا ديروها ليله كامله. كل ما تقعد لكم في الماريني، كل ما تقعد لكم في التوابل هذو، كل ما تكون لكم خير، يدخلها تتشرب التوابل هذوك. تبلوها هكذا مليح، ومن بعد نغطوها بالبابي كويسون. لأول مرة تشاهد القناة تاعنا ما تبخلوش علينا بالابوني، ما تبخلوش علينا بالبرطاج باش الله يطلع لنا اكبر عدد من المشاهدات. ما تبخلوش علينا بالبرطاج بالابوني، تفعيل زر الجرس. لهنا جبنا لها البابي كويسو، بللناه بالماء، ومن بعد ديروا عليها الالومنيوم وشعلوا لها في حدود من ساعة ونص حتى لزوج سوايع. ديروها في الفرن تاعكم وشعلوا لها. من بعد ما ترتاح، انا لهنايا راني اختصرت لكم الفيديو. من بعد ما ترتاح، لو كنتوا راح تطيبوها مع صباح ديروها ليله كامله في داخل الفريجيدار. لهنايا كي درناها واحد نص ساعه، ساعه غير 20، تلقاوها طلقت لاصوص هذاك. من ذاك فتحوها، طلوا عليها ورموا لاصوص عليها هذاك من الفوق، بيكوها بالموس، شوفوها طابت ولا لا، وعاودوا غلقوها وخلوا عليها. يعني راهي يطيب لكم ساعه ونص ماكسيموم، لان الدجاجه هذه صغيره ماشي كبيره بزاف. ساعة ونص ماكسيموم. انتم من ذاك وطلوا عليها، راهي تلقاوها طلقت لكم طلقت الليدان تاعها، طلقت اللاصوص هذاك. تموا عقابها معاها حتى تشرب هذاك اللاصوص تاعها. ومن بعد نحوا لها البابي كويسون، نخلوها تتحمر كيما راكم تشوفوها هكا من الفوق. درك نقطعوا عليها الخيط ونحطوها في الصحن تاع التقديم. حطيناها مع شوية تاع بطاطا فريت، كيما برا دايما يحطوا الدجاج مع الفريت. انتم ليكم الاختيار مع واش تحطوه.
وبالصحة والهنا. راهو تجيكم طايبة زبدة، يعني قطع معنا شوية تصوير، كنت نحسب البورطابل راه يصور كي كنت نفصص فيها. المهم كيما راكم تشوفوا فيها هكذايا يجيكم فيها واحد الذوق روعة. ديروها ما تندموش عليها، ورمضان كريم ان شاء الله. هكذا كنت تشوف فيها هي طايبة الزبدة.